ربنا يقتل امالهم من بدري قوي. عمرو عيط، عمرو النهارده عيط. انهيار وجنون عمرو اديب على المباشر بعد فوز الاهلي على طلائع الجيش، ويسخر من بيراميدز قبل مباراة الاهلي، ويفضح الجميع بسبب احمد رفعت. شاهد ماذا قال. ولكن قبل ان نبدا، لو انت محب وداعم للنادي الاهلي فارجع الاعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا ان تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز النادي الاهلي على طلائع الجيش بهدفين مقابل لا شيء، ليرفع الاهلي رصيده الى 57 نقطة ليضيق الخناق على بيراميدز. وهذا الذي جن جنون الاعلامي عمرو اديب الذي قال: يا جماعة الاهلي وصل للمباراة ال 12 على التوالي، عمال يفوز، ما عندوش حاجة غير الفوز. انا اتجننت خلاص من حاجة اسمها الاهلي. هو بيراميدز برضه عمال يفوز، بس الاهلي لو فاز بكل ماتشاته هيعدي بيراميدز بنقطة واحدة. والخيبة الكبيرة ان بيراميدز هيقابل الاهلي الماتش الجاي يوم الجمعة، يعني الاهلي لو حط على بيراميدز هيبقى فارق ب4 نقط لو كسب ماتشاته المؤجله. وانا متاكد وابصم بالعشره ان الاهلي هيفوز على بيراميدز. احنا دارسين وحافظين الاهلي كويس، ما بيظهرش اما بيتحط تحت ضغط. وروحوا اسالوا الزمالك والترجي والوداد، شوفوا الاهلي عمل فيهم ايه. اهو بيراميدز ده عمال يفوز بقاله كتير قوي، لا بيتعادل ولا بيخسر، بس هيجي قدام الاهلي وهيبقى قطه. لازم يبقى قطه اما يتحط قدام الاسد. وبقول لي بقى مجلس اداره الزمالك وكل اعضاء الزمالك اللي طالعين في التلفزيون اليومين دول عمالين يشجعوا في بيراميدز، شوفوا الخيبه بتاعتكم الاول وبعد كده روحوا شجعوا بيراميدز. مفيش فرقه جمهور الزمالك راح شجعها الا لازم تخسر قدام الاهلي. واسالوا الترجي واسالوا الوداد، وهوفر عليكم الليله ديت الاهلي هو اللي هياخد الدوري. ولو الاهلي ما اخدش الدوري انا هحلق لكم جوانب شعري. اصل انتوا عارفين القرعه اللي فوق وقعت من كتر ما اتغلبنا قدام الاهلي. عايزين بقى نتكلم جد شويه. اللي حصل في موضوع احمد رفعت دوت ما ينفعش السكوت عليه. الواد راح فيها، لازم يحصل تحقيق. ووزاره الشباب والرياضه النهارده سمعنا انها فتحت تحقيق رسمي، ولازم يتحقق مع المسؤولين في فيوتشر، من اول احمد دياب لوليد دعبس لاحمد شوبير. كل اللي جت سيرته في الازمه لازم يتحقق معاه عشان ينام وهو مرتاح في قبره، وما يجيليش واحد زي مجدي عبد الغني امبارح سمعته بصراحه استفزني قوي، وبيقول احمد رفعت كان حساس حبتين وبياخد كل حاجه على اعصابه ومات بسبب كده. يا اخي اختشي على دمك يا مجدي يا عبد الغني، احمد رفعت مات ولازم نجيب له حقه. وفي النهايه لا تنسى الاعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناه ليصلكم جديدنا.